برضو ما انا لازم اتاكد. طبعا ده حضراتكم اسلوب الحمل الجديد. بدل ما حضرتك ما تحبلي قيصري او تحبلي مثلا تولدي قيصري او طبيعي او تحبلي مثلا اللي هو بدل ما حضرتك تروحي تدفعي الوفات الالوفات عشان تعملي حقن مجهري او حقن طبيعي، دلوقتي جبنا لك فكره جديده. ممكن ان انت تحملي في كوره او تحملي في بالونه زي ما انت شايفه معانا. مش عارفه افضل في الهم ده لحد امتى، انا زهقت. معلش يا فنان، احنا عارفين ان الحمل في الكور بلالين صعب جدا، معلش استحملي. ولو فرقعت اكيد حضرتك معاكي استبن، اكيد معاكي كرة استبن او بالونة، ماشي؟ إسراء مرات ابني مش حامل وبتضحك علينا وحاطة كرة. للأسف يا حاج، إسراء مرات ابنك حامل في كورة. للأسف كنا فاكرينها حامل في بالونة بس طلعت حامل في كورة. وبالنسبة لإسراء طبعا هي فاقدة جميع الحواس. الحاج واقف وراها وعمال يتكلم، فاقدة طبعا حاسة السمع دي 100% فاقدينها في كل الفيديوهات، وحاسة البصر وحاسة الحواس كلها وفاقدة جميع الحواس. والحاج يعني أنا سمعت سقفة إيده وأنا قاعد هنا، يعني أنا مش عارف إزاي إسراء ما سمعتوش. يلا نكمل. يا هدير ايه يا بابا؟ في حاجة خطيرة جدا عايز اقول لك عليها، شفتها بعينيا. إسراء مرات عمرو مش حامل. مش حامل ازاي يا بابا؟ ايوه انا بقول لك كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج ما احنا قلنا لك والله العظيم حامل في كورة. يعني انت حضرتك كمان زيهم، يعني فاقد جميع الحواس، فاقد حاسة البصر، يعني البصر عندك مفيش. ما انت شايف طلع لك كورة حامل في كورة، يعني نعمل ايه طيب عشان انت حضرتك تفهم ان هي حامل في كورة؟ مش حامل، دي حاطة في بطنها كورة وطلعتها قدامي بعينيا دول وراحت رمياها. كرة ايه بس يا بابا؟ صلي على النبي في قلبك كده. انا متابعه معاها بقالي 8 شهور يا بابا، وهي هتولد اهي. يا حول الله يا رب. يا حاج بنتك هدير بتقول لك ان هي حامل بقالها 8 شهور في كوره وفاضل لها شهر وهتولد كور صغيره. في ايه يا حاج بقى؟ افهم بقى. اقول لك حاطه في بطنها كوره، حاطه في بطنها كوره، صدقيني والله شايفها بعينيا دي. بابا اعمل لك كوبايه شاي.